بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنشرح مع بعض شابتر 5 اللي هو بعنوان Linear Regression and a Fundamental Descriptive Tool. يبدا معايا بسلايد الاوبجيكتيف، الاهداف اللي انت لازم تبقى عارفها في نهايه الشابتر ده. واول حاجه عندي اللي انت تبني ريجريشن لاين بالعلاج متغير ثنائي، وتاني حاجه معايا تبني ريجريشن لاين متغير له مستويات متعدده، وتالت حاجه معايا اللي انت تشرح معادله الريجريشن بشكل بسيط وبالشكل الرياضي الرسمي. طيب، ورابع حاجه معايا اللي انت تفرق ما بين السيمبل مومنت ايكويشن والليست سكوير استيميشن. وخامس حاجه معايا اللي انت تفرق ما بين السنجل ريجريشن والمالتيبل ريجريشن. وسادس حاجه معايا اللي انت تستخدم المالتيبل ريجريشن لوصف بيانات فيها اكتر من متغير مؤثر. وسابع حاجه معايا والاخيره اللي انت تفهم الفرق ما بين اللينير ريجريشن والريجريشن لاين. هنا نروح لحاجه اسمها السكاتر بلوت. طيب، السكاتر بلوت ده بيقول لي بيستخدم علشان تشوف العلاقه ما بين البرايس اللي هي السعر والسيلز اللي هي المبيعات. تمام. ادي هنا السيلز معايا قدام اهيت في محور الواي. تمام. وادي هنا في محور الاكس اللي البرايس اللي هي السعر. طيب، وشفت انا العلاقه ما بين السعر والمبيع. تمام كده، معدل المبيعات، وطلع النقط اللي قدامي دي كلها في الايه في المعادله. طيب، هنا بيقول لي بقى احنا بنلخص العلاقه بين المتغيرين باستخدام ايه؟ باستخدام السكاتر بلوت اللي هو الخط الانحدار بتاعي اللي هو ريجريشن لاين. طيب، الخط ده بيوضح لي ايه؟ هل العلاقه طرديه؟ يعني هل طرديه يعني السعر لما يزيد المبيعات بتزيد، ولا عكسيه لما السعر يزيد المبيعات تقل؟ وده كله ايه؟ الخطوط او المبيعات هي اللي بتوضح لي. تعالى بقى نتكلم على ريجريشن لاين فور الديكوتوماس تريتمنت. فبيتكلم هنا بيقول لي الديكوتوماس تريتمنت ده اللي هو ايه؟ اللي هو ثنائي التفرع اللي هو تو تريتمنت ستيتس، اللي هو بيقول لي يعني المتغير له حالتين فقط، اللي هو تريتد. تمام كده، دي اول حاله. وتاني حاله معايا اللي هي ان تريتد. تمام. طيب، مثال مثلا لما بيقول لي لما واحد مريض مثلا ومفروض في اللي ياخد الدواء، فهو خد الدواء ولا ما خدش الدواء؟ طب واحد مثلا طالب بيذاكر وراه امتحان، فهو هل هو نجح في الامتحان ولا رسب في الامتحان؟ طب هل الشخص اللي قدامي ده هو ذكر ولا انثى؟ فهي دي الحاله بتاعت الديكوتوماس تريتمنت. نروح للنوع الثاني اللي هو ريجريشن اناليسيز، اللي هو التحليل بتاع الريجريشن. ده بيقول لي لو استخدم معادله او فانكشن عشان يوصف العلاقه بين المتغيرات بتاعته. الفكره هنا بقى اللي احنا بنستخدم الريجريشن اناليسيز ده علشان نشوف هل وجود التريتمنت بيأثر على النتيجه ولا لا. هنا بيديني ايه علاقه ما بين البرايس وما بين البروفيت، وبيقول لي ارسم الموضوع ده. طيب، هرسمها ازاي بقى؟ قال لي هنا ادي البرايس لو انا خدت بالي اللي هي بادئه من عند 1 دولار. تمام. واللي بعد 1 دولار بعد 1 دولار. تمام. كده الثلاثه 1 دولار بايه قيم مختلفه من الارباح. ادي 240 200 185 دولار. طيب، وعندي 1.5 دولار، وادي تاني 1.5 دولار، وادي هنا 1.5 دولار. تمام كده، هو كده ارباح برضو مختلفه 205 170 190. طيب، يبقى كده احنا بنحسب متوسط الارباح لكل مجموعه، لان انا عندي كده مجموعتين. اول مجموعه اللي هي عند 1 دولار، تاني مجموعه اللي عندي كام؟ 1.5 دولار. طيب، المجموعه الاولى اللي هي تريتمنت زيرو مثلا، واسمي تي واحد مثلا. تمام كده. طيب، عند تريتمنت زيرو هنعمل ايه؟ لقيت عندي 240 وايه وال 200 وال 185 دول كلهم تبع المجموعه بتاعتي. طيب، المتوسط بتاعها بنجمعهم على عددهم. تمام. يعني 240 زائد 200 زائد 185 على كام بقى؟ عددهم كام؟ 3. طيب، طلع معانا كام مثلا؟ بيساوي الناتج بتاعي 208.33. تمام كده. طيب، نروح نشوف المجموعه الثانيه عندي اللي هي المجموعه واحد اللي احنا قلنا عليها عند 1.5 دولار. طيب، وبعدين قال لي الارباح بتاعتك كانت 205 170 190. يبقى 205 زائد 170 زائد 190 على 3. طيب، هيديني كام الناتج بتاعها؟ 188 متوسط كوما 33. تمام. يبقى انا كده عندي المجموعه الاولى عند 208 والمجموعه الثانيه عند 188. طب اعمل ايه بقى بالرقمين اللي قدامي دول؟ الرقمين اللي قدامي دول هحطهم على الجدول اللي عندي اللي هو الصادات والسينات، واشوف هم بيقول لي ايه. بيقول لي هنا لما انت زودت السعر الارباح زادت ولا نقصت. هنشوف ده الكلام ده كله من ايه؟ من الجدول. طيب، هنا بيقول لي اللي انا طلعته النقطه اللي هي 0 و208. ادي هنا النقطه هي 0. تمام كده، السين يعني، والصاد بتاعتها طلع بكام؟ ب 208.33. طيب، وبعدين النقطه اللي بعدها اللي هي الواحد كوما، طلع معايا كام؟ طلع معايا 1.88 كوما 33. تمام كده. طب الفرق اللي انا واخد بالي الفرق ما بين ده وما بين ده كام؟ 20 صح؟ كان هنا 208.33 وهنا 188، فرق 20 نقطة. طيب، لما نيجي نمسح بقى ايه الكلام ده كله، هنا بيقول لي بقى في الجنرال عموما يعني الصيغه الرياضيه بتاعه الخط المستقيم بتتعمل بالطريقه دي. ادي هنا الاف اوف اكس اللي هو الاوتبوت بتاعي بيساوي البي زائد الام اكس. البي اللي هو بيقول لي انترسكت. تمام كده، اللي هو التقاطع ما بين المحور ده والمحور ده، زائد الام اكس. الام هنا اللي هو الاسلوب، وهنعرف ازاي نجيب الاسلوب. تمام كده، ادي الاسلوب اوف لاين اللي هو الميل بتاع اللاين، والاكس اللي هو الانبوت بتاعي. تعالى نرسم بقى الخط بتاعي. هنا كان عندي صفر وكوما 208. ادي هنا الصفر اهوت على السينات. ادي هنا الصفر. تمام كده. وبعدين نطلع فين؟ على 208. ادي هنا 208 والنقطه دي.
ادينا 208.33. طيب حلو قوي، ادي كده اول نقطه. النقطه اللي بعدها كام؟ واحد، وبعدين 188.33، ادي هنا واحد اهو. تمام كده، واطلع لحد 188.33، وبعدين اقوم جاي موصل ما بين النقطه دي للنقطه دي. فلقيت ايه بقى؟ لقيت ان الميل عندي او الخط المستقيم عندي نازل. مستقيم نازل يعني انا كده بخسر، يعني انا كده في سالب حصل في الموضوع. يبقى المعادله بقى كانت ازاي؟ قال لي الميل بتاعك هتعمل فرق السادات على فرق السينات. يبقى البي اللي هو الاسلوب بتاعي بيساوي الفرق ما بينهم اللي هي 188.33 ناقص 208.33، فهيديني كام؟ هيديني سالب 20. تمام كده، الفرق ما بين الصادات على فرق السينات، فرق السينات اللي هو 1 ناقص الصفر بواحد. تمام كده، بيساوي سالب 20. فدي كده الميل بتاعي اللي هو الميل بتاع المعادله اللي عندي. يبقى المعادله اللي قدامي عملت ازاي؟ قال لي هنا البروفيت. تمام كده، اللي هو الاول بتاعي بيساوي ال 208.33 اللي هي كانت في اول خط خالص، ال 208 النقطه اللي فوق. تمام كده، ناقص ال 20، ناقص 20 اللي هي الاسلوب موجود في التريتمنت بتاعي. فده كده خط الايه، المعادله بتاع الخط المستقيم اللي احنا ايه عملناه. ادي هنا بيقول الايكويشن فور ذا لاين شو هير. ادي هنا الخط، المعادله الخط المستقيم اللي احنا عملناها طلعت من الايه، من الصيغه الرياضيه اللي قدامنا دي. يعني انا برضو بيزود لي كده، بيقول لي انت دلوقتي كنت ماشي على كام؟ على 1 دولار في المبيعات. هي هنا لما زودت من 1 دولار ل 1.5 دولار، هنا ايه اللي حصل بقى؟ متوسط الارباح بتاعي بيقل حوالي 20%. تمام كده، او هو بيقل 20. يعني أنا متوسط الربح بتاعي عند 1 دولار لما زودت بقت 1 ونص، الارباح نزلت ايه؟ 20. هنا في السلايد هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا استخدمت هنا بدل التريد بقى 0 و1 وكده، استخدمت السعر الحقيقي على طول. طيب يبقى هنا بدل ما قلت له مثلا 1 و0 او 0 و1 في نقطتين، هستخدم هنا ايه؟ الواحد. تمام كده، ادي هنا ال 1 دولار عندي ايه؟ 208.33، ده الارباح اللي حققها لي. طيب لما رفعت البرايس عندي اللي هو 1 ونص، تمام كده، فطلع ايه؟ 1 ونص موجوده هنا ما بين الواحد 4 وواحد و6. ادي هنا الواحد ونص دولار، لما هنا البرايس السعر بتاعي 1 ونص دولار، طلع لي الارباح كام؟ 188.33. فهنا كده ايه؟ المعادله الحقيقيه بالارقام الحقيقيه. فلما نيجي نحسب الاسلوب بتاعتي، هل ايه؟ انها فرق الصادات على فرق السينات. فرق الصادات عندي واحد، ادي هنا نطرح ده من ده. تمام كده، هيديني مثلا بيساوي سالب 20 عشان الفرق ما بينهم 20، الفرق ما بينهم ايه؟ اللي تحت. طيب على كام؟ على بقى واحد ونص ناقص إيه الايه؟ الواحد. يبقى واحد ونص ناقص الواحد. 1 دولار بيساوي سالب 40. ادي هنا الاسلوب الجديد بتاعي بالارقام الحقيقيه. لو انا مثلا عندي اخد النقطه دي اتعوض فيها، فالعلاقه اللي هي الواي للاوتبوت بتساوي الايه زائد البي اكس. تمام كده، وبعدين انا كده جبت البي اللي هو سالب 40. ادي هنا ايه؟ النقطه ديت خدتها اللي هي 1.283. تمام كده، ادي هنا الاكس وادي هنا ايه؟ الواي. طب وبعدين اعوض في القانون بقى ده. ادي هنا الواي اللي هي بكام؟ ب 2. ادي هنا 208.33 بيساوي الايه هنا هحطه زائد البي اللي هي سالب 40، فاشيل هنا ديت بدل موجب هتبقى سالب 40 مضروبه في الاكس. الاكس هنا كام؟ اللي هي الواحد. تمام كده، او ممكن نحطهاش وخلاص. يبقى الايه هنا بيساوي كام؟ 248.33. تمام كده، ادي هنا الايه بتاعي اللي انا جبته. طيب يبقى المعادله بقى الكليه بقى تبقى كام؟ ادي هنا المعادله الكليه اهي 248.33. تمام كده، ادي هنا الايه ناقص الاسلوب بتاعي اللي هو ال 40 مضروب فين؟ في البرايس. يعني ازاي كل الزياده هنا بمقدار 1 دولار في السعر تقلل الارباح بتاعتي المتوقعه بحوالي 40 دولار. تعالى بص معايا بقى النقطه دي اللي هو الريجريشن لاين فور ديكتوس تريتمنت. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان لما يكون التريتمنت ثنائي اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو ان تريتد والايه والتريتد، اللي هو مثلا لما يبقى صفر تمام كده ولما يبقى واحد. طيب دي بتعمل ايه؟ قال لي نقدر نبني خط ريجريشن باستخدام متوسط كل مجموعه. طيب التعريف بتاعي اللي هي الاوف اوف زيرو بتاعتي اللي هو متوسط الاوت كام لما التريتمنت ايه؟ بتساوي زيرو. طيب وبعدين الاف اوف واحد المعادله الثانيه، قال لي ده متوسط الاوت كام بتاعي لما التريت بتاعي يبقى بكام؟ بواحد. طيب يبقى المعادله هنا بيقول لي ان الاوت كام بتاعتي هيساوي ايه؟ معادله جديده بقى. ادي هنا الاف اوف زيرو تمام زائد الاف اوف واحد ناقص الاف اوف ايه؟ زيرو. طيب يبقى الاف اوف زيرو ديت لوحدها في نقطه زائد ايه؟ دول في قوس بقى. ادي هنا عملت قوس اهوت. تمام، ادي هنا قوس اهوت لو مش واخد بالك. ادي هنا ايه؟ الاف اوف زيرو زائد الايه؟ الاف اوف واحد ناقص الاف اوف زيرو مضروب في ايه؟ في التريتمنت. يعني نخلص اللي جوه الاقواس الاول نضربه في التريتمنت تجمع عليه الاوف اوف زيرو اللي فوق. طيب معنى هنا ان البدايه متوسط المجموعه اللي هي ان تريتد، والفرق بين المتوسطين هنا تاثير التريتمنت بتاعي. نروح نشوف مع بعض كده ان المعادله دي اللي هي الاي اوف اي بيساوي الواي اوف اي ناقص الاف اوف اكس اوف اي. هنا دي كل نقطه بيانات، يعني كل نقطه بيانات بتبقى بالمعادله اللي قدامي دي. ليه؟ لان دي المعادله الخطيه. طب تعالى نشوف بقى هي بتقول ايه. بتقول لي ان الاي اوف اي ديت اللي هو الخطا او الريسايدوال بتاعي. طيب الواي اوف اي ديت اللي هو معناها القيمه الحقيقيه اللي هي نقطه الاوبسيرفد بروفيت.
طيب وبعدين قال لي ناقص الاف اوف اكس اوف اي اللي هو القيمه المتوقعه من الريجريشن لاين. طيب مثلا لو في المثال اللي قدامي ده هنا بيقول لي لو السعر مثلا البرايس بتاعك، البرايس هنا بتاعك بكام؟ بواحد. طيب يبقى ايه؟ يبقى البروفيت بتاعك بيساوي الاف اوف واحد ده زائد الاي اوف اي. تمام. طيب لو البرايس بتاعك بواحد ونص يبقى البروفيت بتاعك بيساوي الاف اوف واحد ونص زائد الاي اوف اي اللي هي الاي ديت اللي هي الخطا او الريسيدوال بتاعتي. طب ايه بقى هي الريسيدوال بتاعتي اللي هي الاي اوف اي ديت؟ هي بيقول لي الفرق ما بين القيمه الحقيقيه بتاعتي والقيمه المتوقعه من الخطا. يعني دلوقتي انت عايز تعمل ايه؟ انا دلوقتي برضو بكل بساطه عندي محور الاكس ومحور الواي وعندي اعداد، ادي هنا جبت نقطه تمام كده في البيانات، جبت نقطه ثانيه، جبت نقطه ثالثه، وهكذا 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 وهكذا. تمام. فكده انا شايف ان في ارباح. طب انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل خط مستقيم، الخط المستقيم يبدا من هنا. طيب هيطلع فوق ولا هينزل تحت ولا يروح يمين شمال وهكذا؟ طيب هيمشي ازاي بالطريقه دي ويلمس في ايه وايه وما يلمسش في ايه؟ هنا بيقول لي ايه هو ده الريسيدوال بتاعي اللي هو مقدار ابتعاد النقط عن الانحدار بالخط بتاعي. لو هو ده البتاع صغير، الريسيدوال ده صغير، يبقى ده كده الخط مناسب للبيانات. طب لو الانحدار بتاعي كبير بعيد عن النقط يبقى التوقيع بتاع الخط ده بعيد عن الحقيقه. تمام. فده كده انا بقرب لك التوضيح بتاع الصوره. هنا بيشرح لي الفكره بتاعت الريسيدوال. تمام كده لما الخط المتوقع عند السعر 1 دولار، تمام كده ان البرايس عند 1 اهوت، هو كامل اف اوف واحد بيساوي 220. طيب تعالى نشوف مع بعض بقى اللي هيحصل. ادي هنا ال 1 دولار تمام كده على البرايس تمام كده، وادي هنا وقع لي النقط دي كلها. طب النقط دي كلها عملت ايه؟ قال لي القانون بتاعي اللي هو عموما اللي هو الاي اوف اي بيساوي الواي اوف اي ناقص الاف اوف اكس اوف اي. تمام كده ده المعادله. طيب يعني القيمه الحقيقيه بتاعتي اللي هو بالعربي القيمه الحقيقيه ناقص القيمه المتوقعه. تمام كده. طيب حلو قوي. تعالى نشوف الكلام ده حصل ازاي الحقيقه. اول نقطه عندي الربح الحقيقي كان كام؟ ادي انا النقطه اول نقطه عندي اهيت وصل لحد 240 دولار. فالربح الحقيقي بتاعي كان كام؟ كان 240. طيب الربح المتوقع كان كام؟ قال لي كان 220. طب كده ده الاف اوف عند الواحد. يبقى الربح المتوقع 220 والربح الحقيقي كان 240. يبقى الفرق ما بينهم اللي هو الريسيدوال بقى اللي هو كان كام؟ ال 20. هيبقى انا الاي اوف واحد عند 1 دولار بيساوي ال 20، يعني الربح الحقيقي اعلى من المتوقع ب 20. طيب تعالى نروح للنقطه اللي بعدها. النقطه اللي بعدها بيقول لي ان الربح الحقيقي كان كام؟ كان عند ال 200. ادي هنا ال 200 اهوت، ادي النقطه ديت وعند ال 200. طيب ال 200 هنا ده كان الحقيقي. طيب التوقعي بتاعك كام؟ قال لي التوقعي بتاعي كان عند ال 220. اه يبقى التوقعي بتاعي كان اعلى. التوقعي بتاعي كان اعلى من ايه؟ من الحقيقي اللي حصل. فهنا ايه اللي حصل بقى؟ ادي هنا ال 200 تمام كده ناقص ال 220 فاداني سالب 20. ادي هنا الاي عند 2 بقت بكام؟ بسالب 20. يعني الربح الحقيقي هنا اقل من المتوقع ب 20. طيب تمام يبقى كده النقطة التانية خلصت. تعال نشوف النقطة التالتة. هنا بيقول لي ان الربح الحقيقي عند كام؟ عند 185. يبقى النقطة هنا عند كام؟ 185. وقفت عند النقطة دي. ادي النقطة اهيت عند كام؟ 185. طيب 185 ده الربح الايه الحقيقي بتاعي. طيب هنطرح منه الربح الايه التوقعي. قال لي توقعاتك وصل لحد كام؟ وصل لحد ال 220. ادي النقطة ال 220 اللي هو اتوقعت اللي هو يجيبها. طيب يبقى كده 185 ناقص الايه ال 220 بيساوي سالب 35. طيب الريزيستنت بتاعي طلعت بكام؟ بسالب 35. يعني الربح الحقيقي اقل من المتوقع ب 35 مره واحده. طيب يبقى هنا بيقول لي ايه؟ ان الاي بتبقى موجب امتى؟ بتبقى موجب لما القيمه الحقيقيه بتاعتي اعلى من المتوقع. تمام. طب وبتبقى سالب امتى؟ لما القيمه الحقيقيه اقل من المتوقع بتاعي. انا بيقول لي المتوسط الحالي بتاع الريسيدوال اللي عندي 220. تمام كده ادينا الاف في 220 طلع ايه؟ الريسيدوال بتاعتي 20 سالب 20 سالب 35. طب لما نجيب نجمعهم كلهم كده على نعددهم اللي هم 3 هيطلع المتوسط بتاعي كام؟ سالب 11.67. طيب معنى المتوسط ده ايه؟ قال لي متوسط السالب يعني الخط المتوقع اعلى من البيانات الحقيقيه غالبا، يعني اللاين بيعمل اوفر شوت بينزل لتحت. تمام. قال لي بقى افضل اختيار للاف اوف واحد تمام كده ان هو الخط اللي ما يبالغش فوق البيانات ولا يقل عنها بكتير، يبقى متوسط. فلما يبقى المتوسط بتاعي هنا بيقول لي ان الافرج بيساوي زيرو يبقى ده افضل حاجه علشان الاخطاء الموجبه والسالبه بتتوازن مع الموضوع ده. عشان بقى الريسيدوال بتاعتي بتساوي صفر اعملها ازاي؟ قال لي هنا البروفيت واحد ناقص الاف اوف واحد زائد البروفيت 2 ناقص الاف اوف واحد زائد البروفيت 3 ناقص الاف اوف واحد اللي هو القانون بتاعي اللي احنا قلناه. تمام كده. وادي هنا الاقواس اتعملت عشان بس ايه ما حدش ينسى. ادينا في اللي فيه اقواس هنا ما بين الموضوع ده وما بين ايه الموضوع ده.
يبقى نخلص الاكواس جوه الاكواس الاول، وبعدين ايه نعمل خارج بره الاكواس. طب لما يبقى نقسمهم على عددهم وان بيساوي صفر، فكده جبنا ايه افضل قيمه الاف اوف واحد. طيب الاف اوف واحد هنا اللي انا كنت واخدها، قلت له اللي انا كنت جمعتهم على عددهم اللي طلعت معايا ب 208.33، وده كده عند ايه 1 دولار. طب عند 2 دولار كانت طلعت بكام؟ لو فاكر طلعت معايا ب 188.33. يبقى الفكره هنا اللي افضل ريجريشن لاين بيمر بمتوسط كل مجموعه زي ما احنا رسمناها قبل كده مع بعض، اللي هو الخط بتاعي بيمر ما بين الايه المجاميع بتاعتي، النقط او البيانات بتاعتي، تمام كده. فده بيخلي متوسط الاخطاء بتاعي بيساوي صفر. تعالى بقى نروح لنقطة تانية اللي هي مالتي ليفل. يبقى هنا كان بيكلمني على ايه؟ على ليفل واحد تريتمنت 0 1. لا، هنا بيكلمني على مالتي ليفل، يعني ممكن الليفل بتاعي ينقسم لكذا مستوى. طيب تعالى نشوف مع بعض ايه الجدول اللي قدامي ده، برضه بيكلمني على البرايس وعلى البروفيت. طيب تعالى بقى نشوف البرايس هنا عند دولار دولار دولار، يبقى كده كل ديت عند دولار واحد، وبدأ يجيب لي عند واحد ونص واحد ونص واحد ونص، فكده ادي هنا المستوى الثاني، ادي هنا المستوى الثالث عند 2 دولار 2 2، ادي هنا بقى مالتي ليفل. طيب يبقى السعر هنا له اكتر مستوى عند واحد وواحد ونص واثنين، عشان كده اسمه مالتي ليفل تريتمنت، يعني تريتمنت هنا له اكتر من قيمه او كميه. طيب متوسط الارباح لكل سعر بقى قال لي هنا عند 1 دولار عادي جدا، بنقوم جاي نحسب نجمع 240 وال 200 وال 185، نجمعهم مع بعض على عددهم اللي هو 3، هنلاقي طلع بنقطه. طيب وبعدين عند واحد ونص نفس الكلام، نجمع 205 و170 و190 تمام كده على الثلاثه ونطلع نقطه تمام كده. وبعدين نجمع اللي بعدها عند ال 2 دولار 195 و150 و135 على الثلاثه نطلع النقطه اللي بعدها. فجبت النقط بقى اللي هي واحد تمام كده كوما، وطلع من الافرج هنا مثلا اللي هو كان كام؟ كان 208.33. فهنا عند الواحد ادي 208.33، ادي النقطه دي تمام. وبعدين جيت عند الواحد ونص تمام كده، ادي هنا في الايه في التريتمنت ده، والافرج بتاعي طلع كام؟ طلع 188.33 اللي هو عند النقطه دي. طيب وعند 2 دولار ادي هنا الاثنين كوما كام اللي هنا الافرج بتاعي طلع ب 160، ادي هنا النقطه دي تمام كده. طيب يبقى هنا كل ما السعر بيزيد، يعني أنا بدات بايه 1 دولار وصلت لحد 2 دولار، يبقى كل ما السعر بيزيد معايا كل ما الارباح بتاعتي بتقل. انا شايف ان في نزول، يبقى كل الارباح بتاعتي بتقل مني. هنا بيقول لي ان كان في مشكله عندي في المالتي ليفل تريتمنت. قال لي في الدكتوماس تريتمنت هنا كان عندنا نقطتين فقط، واي نقطتين دايما بيمر ما بينهم خط واحد، لكن هنا في المالتي ليفل تريتمنت عندنا ثلاث نقط او اكتر من ثلاث نقط، فغالبا النقاط لا مش هتقع تمام كده على نفس الخط تماما. طيب عشان كده الطريقه القديمه اللي هو استخدام متوسط كل مجموعه مباشر هنا مش هتبقى كافيه مع المالتي ليفل. يبقى الحل هنا نستخدم ايه؟ ليست سكوير ريجريشن تمام كده. وهنشوف طبعا ايه التفاصيل على الموضوع ده. طيب عشان بقى نستخدم الليست سكوير ريجريشن عشان نوجد افضل خط تقريبي يمر قريب من كل النقط تمام كده. طيب تعالى بقى نشوف اللي بعده وهنكمل معانا في السلايدات. ادي هنا ايه بيقول لي؟ ادي اللاين اتمبنج تو كونكت افريج بروفيت تو فولو ذا برايس ليفل. ادي هنا اول نقطه معايا وتاني نقطه معايا وتالت نقطه معايا. هنا اول نقطه معايا عند واحد وهنا النقطه بتاعت 208، ادي هنا عند الواحد وال 208. طيب واحد ونص عند 188، واحد ونص تمام كده عند 188. طيب هنا عند الاثنين و160، هنا الاثنين وال 160. فجيت اوصل النقط ببعض، توصلت الاثنين تمام، وطلع التالت ديت اوت، طلعت الاوت عشان مش هقدر اوصل الثلاثه مع بعض، دي طبعا مشكله. الجزء ده بيشرح لي ان ايه عندنا المشكله الرياضيه في المالتي ليفل تريتمنت. انا هنا الثلاث معادلات بتوعي، ادي هنا الاف في واحد والواحد ونص والاثنين تمام كده. وهنا قال لي المعادله بتاعتي اللي هي البي زائد الام في الاكس، والاكس هنا كان واحد واحد ونص واثنين تمام كده، ادي اللي هو الانبوت بتاعي. طيب وبعدين قال لي هنا عندنا ثلاث معادلات لكن فقط اثنين مجهول، يعني ثلاث معادلات كاملين اهوت بس هنا فقط اثنين مجهول اللي هو البي والام تمام كده. طيب البي اللي هو الانترسبت بتاعي تمام، والام اللي هو السلوب. طيب يبقى كده النظام اوفر ديترمايند. يعني ايه؟ يعني النتيجه بتاعتي مستحيل نلاقي خط واحد يمر بكل النقط بدقه، لان النقاط عندنا غالبا مش هتبقى على استقامه واحده زي ما احنا شفناها في الرسمه اللي فوق تمام كده. هو هنا بيشرحها لي بالموضوع ده. فبدأ بقى ما نبحث عن خط واحد يمر بكل النقط بالعافيه، هنا مش طب مش هنعرف. يبقى نبحث بقى عن ايه افضل خط تقريبي تمام كده يمر بالنقط بتاعتي او يمر بجانب النقط بتاعتي. انا بقى بيقول لي بقى انا بحاول ارسم نقط مثاليه لكل مستوى اي تمام كده، اللي هو مستوى سعر البرايس، يعني المثاليه اللي هي الايديال، وبيوصل لمستوى بتاع السعر علشان ده ايه نوصل ما بينهم النقط. طبعا نبحث مع الموضوع ده ازاي؟ لازم نحط القانون بتاع اللاين. احنا القانون بتاع اللاين اللي هو بيكلمني عن الواي الاوت بتاعي بيساوي البي الانترسبت زائد الام اكس تمام كده. طيب فنختار البي والام بتاعتي، الام والبي بتوعي تمام كده، بحيث الخط ما يبالغش في التقدير او يقلل بشكل كبير عن الشكل العام، يعني ما يبقاش اوفر شوت او اندر شوت. يعني هنا النقط او الخط بتاعي ما يبقاش اوفر شوت على ان هنا الشوت بتاعي بعيد، ولا اندر شوت اللي هو الشوت بتاعي هنا بعيد برضه عنه فوق. طب يبقى الخط الريسيدوال بتاعي ما يعتمدش على سعر او متوسط السعر بتاعي، يعني ما يكونش خط سيء عند سعر معين تمام كده وحلو عند سعر تاني.
يبقى بدل ما كنا بنختار مثلا خط يمشي على النقط كلها، خلاص مش هنعرف نوصل للموضوع ده، فانا بنختار افضل خط عام يقلل مجموع الاخطاء بتاعي. هنا الخط اللي قدامي ده ادي هنا ايه الكانديديت لاين ديسكريبتيف بروفيت اند برايس. طيب هنا الخط الاولاني ماشي بالنقط، ماشي هنا وصل لمس في نقطتين تمام كده، وبقى ايه اوفر شوت اوفر شوت تمام كده، وبقى والناحيه الثانيه الخط ده بقى اندر شوت. طيب يبقى كده في نقط بعيده جدا عن الخط، وكده الخط مميز لنقط وبعيد عن نقط، يعني برضه مميز لنقط وبعيد عن نقط. طب نروح نشوف التمييز الثاني ده. هنا بيقول لي ادي هنا الخط ده مثلا ماشي على ادي هنا نقط ونقط ونقط، يبقى هنا قريب من جميع النقط تمام. ونفس الكلام الخط الاحمر ده برضه ماشي بجميع الكم، حتى البعيده هنا تمام، في واحده بعيده قصادها الناحيه الثانيه، حتى القريبه دي في برضه قريبه منها الناحيه الثانيه تمام كده، فماشي على الناحيتين، فكده بيقلل نسبه الاخطاء وماشي بطريقه متوازنه ما بين الاندر شوت والاوفر شوت. هنا بقى بيوضح لي الصيغه اللي هي ما بين الريجريشن تمام كده، الريجريشن لاين ومع المالتي ليفل تريتمنت. طيب يبقى قال هنا المعادله العامه لكل ملاحظه الاي تمام كده. طيب هيوصل لايه؟ هيوصل للبروفيت بتاعي بيساوي الام زائد البي زائد الام في البرايس. ادي هنا الواحد اللي هو البرايس ده زائد الاي تمام كده، لو البرايس مثلا بواحد هنا بيقول لي انا عوضت على طول بالبرايس بواحد، ونفس الكلام هنا تمام كده في البرايس واحد ونص، ونفس الكلام هنا في البرايس اللي هو باثنين. طيب نحسب متوسط السعر بقى. قال لي هنا عند البرايس بواحد هنا حسبت ده، وعند واحد ونص حسبت ده، وعند الاثنين حسبت ده. طيب وبعدين قال لي هنا عدد المشاهدات بتاعتي، قال لي عندنا ثلاثة مستوى للسعر، وكل مستوى فيه ثلاث نقط مهمين. يبقى الاي بتاعي في المستويات وكده بوصل من مستوى واحد لحد التسعه. هنا جاي التسعه منين؟ قال لي هنا عندي ثلاث مستويات، ف3 في 3 بتسعه عشان كل مستوى عنده ثلاث نقط. وقال لي هنا بالمره برضو هقول لك تعريف الريسيدوال بتاعتي، ان هي الاي اوف اي تمام كده، هو الفرق ما بين القيمه الحقيقيه والمتوقعه زي ما احنا عارفين. طيب في المعادله بقى قال لي القيمه الحقيقيه بتاعت البروفيت تمام ناقص البي تمام كده ناقص الام في البرايس. يبقى هنا برضو القانون يتعمل ازاي؟ البروفيت ده في حته ناقص افتح قوس تمام كده، ادي هنا القيمه الحقيقيه بتاعتي اللي هي البروفيت ناقص القيمه المتوقعه بتاعتي اللي هي دي البي ناقص ام في البرايس، يبقى ده القيمه المتوقعه بتاعتي. يبقى كده الفكره ان كل نقطه في البيانات لها قيمه حقيقيه وقيمه متوقعه من الخط، والفرق ما بينهم هو ده الايه الريسيدوال. هنا بيقول لي ايه؟ بنطبق الفكره اللي احنا قلنا عليها اللي هي بنخلي مستوى متوسط الريسيدوال عندي بيساوي صفر لكل نقطه، وبنطبق نفس الفكره لكل مستوى سعر. طيب يبقى احنا بنبقى عايزين ايه؟ حط الثلاث قوانين بتوعي تمام كده، وطبعا لما بيحطهم قال لي هنا على طول ايه الرساله بتاعت this again give us 3 equation، يعني ادانا ثلاث معادلات and 2 unknown، يعني هنا ثلاث معادلات باثنين مجهول فقط تمام كده. يبقى النظام ده اسمه ايه؟ اسمه نظام الاوفر ديترمنت، يعني مستحيل تلاقي حل يحقق الثلاثه معادلات دول بدقه. فطبعا الحل بتاعهم بدل ما نحاول نحلهم كلهم، فطبعا هنختار للبي والام بحيث يكون ايه مجموع الاخطاء صغير والاخطاء موزعه بدون انحياز لاي سعر تمام كده. فانا بقى بيقول لي بقى المعايير لاختيار افضل خط عشان نحل المشكله بقى بتاعتي دي اللي هي بتاعت الثلاث معادلات، يطلع لي ايه اتنين مجاهيل. هنا عشان نختار افضل خط ريجريشن، هنا افضل وصف للبيانات لازم يتحقق. قال لي بقى عدم الانحياز العام، دي اول نقطه عندي اهوت، ادي نقطه عندي ايه عدم الانحياز العام، يعني الخط ما يبقاش بيبالغ في التوقع مثلا لفوق او يقلل باستمرار لتحت. يبقى لا اما ما يبقاش اوفر شوت او اندر شوت اللي هو فوق البيانات ولا تحت البيانات، يعني الاخطاء تكون متوازنه حول الخط بتاعي. تاني نقطة معايا هنا بيكلمني بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان عدم وجود انحياز حسب السعر، يعني لازم ما يبقاش دقيق شوية عند سعر معين وسيء عند سعر تاني، يعني الايرورز ما تعتمدش على مستوى السعر. يعني الفكرة بكل بساطة كده انه يكون قريب من كل النقط بدون أي تحيز لأي مجموعة، الأخطاء بتاعتي موزعة بشكل دقيق. هنا بقى بدأنا نعدل الموضوع، الفكره بتاعت اللي هو بيوصل لافضل خط اللي هو المعادلات الاحصائيه بتاعت الريسيدوال. فهنا بيقول لي بقى ايه عندك شرطين، اول شرط اللي هو ان الافرج بتاعتي بيساوي صفر عند الايه المتوسط بتاع الريسيدوال. طيب والشرط الثاني الريسيدوال ما يكونش له علاقه بمستوى السعر خالص نهائي. طيب يبقى هنا الشرط الاول هنا بيقول متوسط الاسعار هنا بيساوي صفر، فهنا حطها في الايه في العلاقه بتاعتي على طول وقام جاي مساويها بصفر. والشرط الثاني عدم ارتباط الاخطاء الريسيدوال بتاعتي بالسعر تمام. هنا الاخطاء بتاعتي هتتوازن موجبه او سالبه، والمتوسط بتاعي هيوصل لكام؟ للصفر. والشرطين دول بقى بيحققوا لنا المعادلات بتاعتي وبيطلعوا لنا كمان القيمه بتاعت الانترسبت البي والام بتاع الاسلوب. هم دول الشرطين اللي احنا اتكلمنا عليهم تمام كده، اللي احنا لما نحلهم مع بعض نطلع افضل طريقه خط ممكن يوصل ما بين البيانات تمام كده او يعدي ما بين البيانات. طيب يبقى الاسلوب بتاعي طلع معايا بالنتيجه دي، والبي الانترست بتاعتي طلعت معايا بالنتيجه دي، فدي الطريقه البيست اللي افضل خط يمشي فيه في الطريقه دي. يبقى كده البروفيت بتاع المعادله بتاعت الخطيه اللي وصلنا لها بالظبط، البروفيت بيساوي ادي كده البي تمام كده حطيناها على المعادله على طول ناقص الايه الاسلوب بتاعي اللي هو الام في الايه الاكس اللي هي البرايس تمام كده. ادي هنا الاوتبوت بتاعي اللي هو البروفيت بيساوي الانترسبت بتاعي اللي هو البي ناقص الام بتاعي اللي هو الاسلوب في البرايس اللي هي الاكس اللي هي الانبوت.
الاسلوب بتاعي بيقول لي ان كل زياده في السعر بمقدار واحد تمام كده بيقل الارباح عندي بمقدار كام؟ 48.33%. وهنا البي ديت بتساوي ال 258 تمام كده بوينت 06. بيقول لي الارباح اللي دي متوقعه لو السعر بيساوي زيرو اللي هي نقطه البدايه. هنا بيكلمني على السيب ريجريشن لاين تمام كده المعادله بتاع الخط المستقيم بيساوي الواي اللي هو الاوتبوت زائد البي اللي هو الانترسبت زائد الام في البي الام اللي هي الاسلوب بتاعي والاكس اللي هو الانبوت. طيب وقال لي هنا ان الميل بتاعي اللي هو الاسلوب بيعبر عن تغيير الاكس على الواي تمام. الاسلوب بتاعي بيساوي المعادله اللي قدامي دي اللي هو برده بيساوي كام؟ فرق الصادات على فرق السينات زي ما جبناها في اول الشابتر. طيب وهنا قال لي الجزء الثابت اللي هو الانترسبت بتاعي اللي هو البي بيساوي الواي داش ناقص الام الاكس داش. نقطة مهمة طبعا الأسلوب بتاعي اللي هو الام ده لما بيبقى موجب بيبقى العلاقة طردية، لما بيبقى سالب بيبقى العلاقة عكسية. فهنا بيقول لي لما الأسلوب بتاعي هو عبارة عن تغيير تأثير الإكس على الواي تمام كده، فتأثير الإكس عندي اللي هو الكونفيرنس تمام كده على التشتيت بتاع الإكس اللي هو الفاريانس. يبقى الكونفيرنس عندي على تشتيت اللي هو الفاريانس فهو ده بيجيب لي الميل. واحنا طبعا متعودين ان احنا نجيبه فرق صادات على فرق السينات بمعادله الايه او معلوميه النقطتين عندي. وده طبعا بيخلينا نرسم افضل خط يشرح العلاقه بين المتغيرات. فمثلا لو احنا عندنا المعادله اللي قدامي دي انا البرايس وهنا البروفيت وهنا بيقول لي ايه؟ انا جبت لك على طول اللي هي الكوفاريانس عندي اللي هو بسالب 3 والفاريانس عندي اللي هو كام؟ 75,000. طيب يبقى اداني النقطتين دول على طول يبقى قوم جاي رايح اجيب الميل. الميل بيساوي سالب 3 على 75,000 ده على طول طلعت معايا بسالب 40. حلو قوي جبت الميل. طب وبعدين قال لي انا جبت لك البرايس برضو وجبت لك البروفيت يعني مش سايبك تعمل حاجه. فانا قلت له ان البي بيساوي 198.33 اللي هو البروفيت تمام كده ناقص سالب 40 اللي هي الميل بتاعي مضروب في 1.25 اللي هي البرايس تمام كده. هو عوض على طول ما عملش اي حاجه تانيه. تعالى بقى نتكلم شويه على السيمبل مومنت تمام كده ونروح نشوف الاوردينري ليست سكوير عمل ايه. طيب السيمبل مومنت عندي بيقول لي هو ببساطه كده متوسط لقيم داله في العينه. طيب اللي هو بيتحسب ازاي؟ 1 على 20 مثلا سمشن اللي انت جمعت ايه الارقام كلها اللي هو الواحد لحد ال 20 تمام كده. الفكره بقى اللي انت عندك هنا البيانات تمام كده دي العينه بتاعتي وبتطبق عليها الداله اللي هي زي مثلا الداله التكعيبيه زي ما انا طبقتها على السالري تكعيب تمام كده. وبعدين تاخد المتوسط بتاعه وده اسمه السامبل مومنت. طيب نروح للاوردينري ليست سكوير. هنا بيقول لي دي طريقه لايجاد افضل خط انحدار بحيث يقلل مجموعه مربعات الاخطاء تمام كده اللي هو الريسيدوال بتاعتي اللي هو القانون بتاعي المينيمم للسبمشن بتاعي من اول اي لحد الان. وبعدين الاي سكوير اللي هو ايه اللي هو الريسيدوال بتاعتي سكوير اللي هي الواي ناقص البي ناقص الام في الاكس الكل سكوير فهو ده كده الريسيدوال بتاعتي. يبقى هنا بنجرب كل الخطوط الممكنه عشان نختار الخط اللي يخلي مجموع الاخطاء التربيعيه اقل ما يمكن. الاوبجكتيف فانكشن هنا بيقول لي ان هي دي داله تمام كده بنحاول نقللها او نكبرها على حسب الايه التحليل بتاعتي. طيب هنا مثلا في الاو ال اس بتاعي اللي هو الاوردينال ليست سكوير هنا بيقول لي بنختار الخط اللي يقلل السمشن بتاعي اللي هو من اول اي لحد الان اللي اكس ال اي تربيع اللي هي الريسيدوال بتاعتي تربيع. يعني هنا بنجمع مربعات الاخطاء اللي هي ريسيدوال ونختار اقل قيمه ممكنه. طب بنجمع ليه؟ لان دي سمشن يعني بيجمع يعني عندي نقط كتير بيجمع النقط دي بيجيب مجموع النقط دي النقط اللي هي من اول الاي لحد الان تمام كده. يعني مثلا من اول واحد لحد 10 لان ال 10 مثلا من اول الاي مثلا ب 10 لحد الان بمليون تمام كده. فكده بيجمع النقط دي كلها وكل نقطه المعادله بتاعت اللي هي الريسيدوال تربيع بجيب النقط دي. يعني النقطه مثلا عند واحد بكذا النقطه عند اثنين بكذا اجمع بقى الحاجات دي كلها يبقى هو ده السمشن بتاعي تمام. فبنجمع مربعات الاخطاء دي ونقلل ونختار اقل قيمه ممكنه بتبقى موجوده. طيب نروح بقى للايه ال اي دي اللي هي الليست ابسوليوت ديفيشن اللي هنا بنستخدم هدف مختلف اللي هو سمشن برضو. ادي هنا السمشن اهو تمام كده والاي هنا بيساوي واحد مفيش مشكله لحد الان تمام. وبعدين هنا ايه نختار الايه المودولس بتاع الاي اوف اي. يعني هنا بنجمع القيم المطلقه للاخطاء ونقللها تمام مش بنربع ولا حاجه بنجيب القيمه المطلقه اللي هو مثلا لو هنا في قيمه سالب المودولس بتاعي بيخلي ايه السالب ده يبقى موجب تمام فدي اسمها قيمه مطلقه. هنا بقى بيعمل لي ديسكرايب للايه للداتا سيت عندي. بيقول لي هنا اللاين از كلوزر تو ذا اوتر سو اتس كومينج فروم ال اس اند لاين بي از كومينج فروم ال اي تي. طيب نروح نشوف هنا الخط بتاعي لاين ايه دوت. ادي هنا اللاين ايه بيقول لي إيه؟ هنا اللاين ايه كلوزر تو ذا اوتلر يعني هو بيبقى قريب جدا من ايه من النقط الايه اللي عندي. طيب والاو اللاين بي بقى ده اللي هو ايه الاو ال اس تمام كده كومينج فروم الليد يعني ال اي دي. ادي هنا اللاين بتاع البي. هنا عندنا ايه بقى في المستوى اللي عندنا عندي هنا مستوى واحد لحد مستوى 15 يعني كده عندي 15 بيانات للشخص ويشمل ايه يشمل طبعا الكوليسترول تمام كده. ادينا مستوى الكوليسترول في الدم وهنا ادراج دوز تمام كده وادينا ادراج بي يعني ادراج ايه وادراج بي تمام كده. يبقى جرعه الدواء تمام ومستوى الكوليسترول عندي.
طيب والهدف هنا اللي هو الدراسه العلاقه ما بين الاكس الجرعه والواي اللي هي الكوليسترول، تمام كده باستخدام اللينير ريجريشن. طب ونشوف هل الزياده مثلا الجرعه تقلل الكوليسترول ولا بتزيده. تعالى بقى نشوف السنجل والمالتيبل تريتمنت بيتعاملوا مع ايه، مع الجدول ده. فانا بيقول لي ايه السنجل بتاعي اللي هو النموذج العلاجي الواحد اللي هو لكل دواء لوحده. طيب يبقى الكوليسترول عندي هنا بيشوف هنا ادي هنا الكام، 35.17 ناقص ال 997 من 1000 في الدرج ايه اللي هو ماشي على الايه العلاقه ما بين اللي هو الكوليسترول مكان الواي بتاعي انا الكوليسترول مكان الواي الاول بيساوي ان البي تمام كده اللي هو 6 زائد الام السلوب في الايه الدوز. ادي هنا الايه الجرعه بتاعتي، فهنا الجرعه بتاعتي هي درج ايه تمام، والام اللي هو السلوب بتاعي انا جبته، والبي اللي هي ال 235 تمام كده. فدي هنا بالنسبه لايه كوليسترول اللي هو اللي هو المريض واحد تمام كده، ودي هنا بالنسبه للمريض اتنين، وبتختلف عن ايه كل مريض، يبقى كل نموذج فيه متغير واحد فقط. هنا بقى في الاوت كام بتاعي بيقول لي الكوليسترول بتاعي بيساوي البي زائد ام واحد درج ايه واحد تمام كده زائد ام 2 درج بي 2 زائد الايه الريسيدوال. طيب هنا بيقول لي ان الشرط الاو ال اس اللي احنا قلناه متوسط الاخطاء بتاعي بيساوي صفر. ادي هنا السمشن بتاعي تمام كده من الواحد ل 15 عشان عندي كام 15 عينه انديفيدوال من 1 ل 15. فقال لي هنا السمشن اهوت من 1 ل 15 في الاكس الريسيدوال اللي هي الاي اوف اي تمام كده. فادي هنا عامل السمشن بتاعي تمام كده وقال لي بيساوي صفر، فكده عدم ارتباط الخطا مع الدرج الايه ودرج البي برضه نفس الكلام. فادي هنا الدرج الايه تمام كده الاي اوف اي في ادراج الايه برضه هنا الاي اوف اي في ادراج البي تمام كده. قام جاي خد القانون اهوت اللي فوق ده وقام جاي ضربه في ادراج الايه والقانون اللي تحت ضربه في ادراج البي وهكذا. احنا كده اخترنا البي والام واحد والام اتنين بحيث بقى الاخطاء بتاعتي تتوازن ومش مرتبطه باي دواء خالص. هنا بيقول لي بقى ايه هير وي هاف ذا فاليو، هنا وصلنا للقوانين بتاعتي وطلعت الايه النواتج بتاعتي. هنا البي مثلا معايا طلع معايا بكام 256.2، والام واحد طلع معايا بكذا بسالب، والام اتنين طلع معايا برضو بسالب. ادي هنا طلعنا برضو بنص عملنا نظره كده كنا كل مستوى عند ايه واحد 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 تمام كده لحد 15، من 1 ل 15 مستوى. والكوليسترول عندي ادي هنا الفاليو او القيم بتاعت الكوليسترول، وادي هنا دراج الاي ودراج البي، يبقى كل مستوى فيه كوليسترول ودراج ايه ودراج بي. فعشان كده عملت في القانون بتاعي السمشن من 1 ل 15 تمام في السمشن من ايه الكوليسترول ادي هنا نسبه الكوليسترول زائد او ناقص البي ناقص الام تمام كده في دراج الاي ناقص ام 2 في دراج البي تمام كده. فادي هنا القيم بتاع دراج ايه ودراج البي تمام. فلما نزلنا تحت جبنا القيمه بتاعت البي والام 1 والام 2 طلع معايا بالايه بالطريقه دي. ادي هنا القيم بتاعت الكوليسترول عندي في دراج ايه ودراج بي طلع معايا بالطريقه دي تمام كده. دي طبعا طريقه 3 دي تمام، وده كده ريبريزنت الايه الريجريشن بتاعي.